बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इला आख़िरिल आया। नहनु नस्मअु तफ़सीर हाज़िहि सूरह इख़्तिसारन व इजमालन। सूरत तीन मकिय्यतुन व आयतुहा 8 व फ़ी क़ौल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हिय मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून। अत्तीन वज़्ज़ैतून अल-समरानी मअरूफ़तान फ़ाकिहतानी मअरूफ़तान बल हुनाक अक़वालुन मुख़्तलिफ़तुन फ़ी तफ़सीर हाज़िहिल अल्फ़ाज़। अल-मुरादु बिहिमा फ़ी क़ौलिन والتين والزيتون مسجد نوح عليه السلام في قول، وفي قول الزيتون مسجد بيت المقدس، والتين مسجد نوح عليه الصلاة والسلام الذي بني على الجودي الجبل الجودي حيث استقرت عليه سفينته. الزيتون مراده بيت مسجد الأقدس، ومنها من أقوال المفسرين أن التين مسجد البيت الحرام والزيتون مسجد الأقصى، ومنها يعني من أقوال المفسرين أن التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس، ومنها غير ذلك. بل قوله المعروف الأول التين والزيتون الثمرتان المعروفتان المجهوفتان. وهناك قول آخر هو جبلان بالشام، بل بينت أن قوله المعروف الأول يعني الزيتون المعروف أنجير الثمرة المعروف. وتور سينين، تور سين الجبل الذي كلم الله موسى عليه. وهناك وهذا البلد الأمين، القسم الرابع هذا البلد الأمين مكة، المراد والمكة لأمن الناس فيها، من دخله كان آمنا. هناك أقسم سبحانه وتعالى بأقسام 4 على مقسم واحد، لما تعظيما للمقسم به وغرابة المقسم عليه. والمقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهناك قبل أن نشرع في تفسير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نسمع من تفسير هذه ابن كثير. قال ابن كثير في هذا المكان، قال بعض الآئمة في هذه محال 3، مطلب معناه التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم وأصحاب الشرائع الكبار من أيام أماكن التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالأول محلة التين والزيتون هي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم. والثاني طور سيناء وهي طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. الطور سيناء طور سينين هناك أن يعرف في حركات 3 على النور، سنين وسنينين. والثانية طور سينين هو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا في آخر يعني قال العلماء في التوراة ذكر هذه الأماكن 3، وأيضا في هذا الوقت موجود في آخر التوراة. جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من سعير يعني جبل بيت المقدس، يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى. استعلن من جبل فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرهم مخبرا عنهم على ترتيب الوجود بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم بالأشرف منه ثم بالأشرف منهما. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وأنه تعالى خلق الإنسان من في أحسن صورة والشكل منتسب القامة سوي الأعضاء حسنها. وفي تفسيره أيضا أقوال. أحسن التقويم تعديل لصورته في أعدل قامة وأحسن صورة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعلم والفهم والعقل والتمييز والنطق والأدب. باقي الحيوانات يأكل بفمه والإنسان يأكل بيده. باقي الحيوانات يمشي على وجهه، الإنسان لا يمشي على وجهه.
يمشي على رجلين. باقي الحيوانات لا يلبس الملابس، لا يلبسون الملابس، الإنسان يلبس الملابس ويتزين منها. ولهذا قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. في تفسير هذه الآية قولان. القول الأول: المراد به إلى أرض العمر. روي هذا ابن عباس رضي الله عنهما وإكرمته، حتى قال إكرمة: من جاء يرد إلى أرض العمر. واختار ذلك ابن جرير. والقول الثاني: المراد به الإنسان الذي لم يؤمن بالله ولا كلماته ولا رسوله، أولئك كالأنعام. وفي مقام آخر: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وفي مقام آخر: إن شر الدواب عند الله الصم البكم. يعني الإنسان الذي لم يؤمن بالله كلماته ولم يعمل صالحا ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المراد به الإنسان الذي يعمل صالحات ويؤمن بكلمات، هو أشرف المخلوقات، هو الذي يدخل الجنة. هناك بحث آخر: أي إنسان أشرف المخلوقات؟ لا، ليس هذا بصحيح. الإنسان الذي يعمل صالحات ويؤمن بالله هو الذي أشرف المخلوقات، ليس كل إنسان أشرف المخلوقات. يعني في الآخرة هو أشرف المخلوق هو الإنسان الذي يؤمن بالله، يعني مؤمن ويعمل صالح. فما يكذبك بعد بالدين يا ابن آدم، فما يكذب بالجزاء في المعاد، وقد علمت البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال: قلت لمجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ عانى به النبي صلى الله عليه وسلم، أني به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: معاذ الله، عانى به الإنسان. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس هو القاضي؟ نعم. وقال في حديث: إذا قرأ أحدكم التين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أخرجه 6 في كتبهم. عن براء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا صوتا قراءة منه. الله تبارك وتعالى يتقبل الله منا هذه السعي. آمين.